السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. هنعمل معاكم فيديو جميل جدا جدا، وهو الكشري المصري اللي بيعشقه الشعب المصري كله. طبعا الكشري المصري كلنا بنحبه، جميل جدا جدا ومكوناته سهلة جدا جدا. معانا مكرونة سباكيتي ومكرونة وسط، ومعانا هنا عدس بجبة نقعته كده من قبلها بساعتين، ومعانا طبعا البصل اللي هو هيتحمر. الفيديو بسيط جدا جدا. الفيديو هنا ناقص بس حاجه بسيطه صغيره قوي، اللي هي ايه؟ حمص الشام. انا عندي بقى الاولاد في البيت مش بيحبوه، فما رضيتش اجيبه. هنا كنت انا مجهزه الميه وحاطه فيها معلقه ملح صغيره على النار، ونزلت فيها المكرونه كده تتسلق معاكم. وفي نفس الوقت برضو ولعت على العدس اللي هو ابو جبه يتسلق برضو اهو. هنا بقى يا حبايبي، زي ما انتوا عارفين، يوم الكشري المصري بيبقى المطبخ كله مقلوب من فوق لتحته وكل الحلل في المطبخ ما شاء الله، والمعالق كلها ما شاء الله وسخة. هنا بقى يا حبايبي، زي ما قلت لكم بنسلق كده العدس والمكرونة. المكرونة هنا قربت تستوي والعدس قرب يستوي برضه. بنجهز هنا بقى البصل بتاعنا، بنكون مسخنين الزيت قوي قوي لحد ما يطلع دخانة كده، وبنحمر فيه البصل. احنا عايزين البصل ده يبقى مقرمش، ما يبقاش طري. طبعا عشان يبقى مقرمش بنطلعه في مصفى يصفي الزيت اللي هو طالع بيه، وبعد كده بنسيبه ينشف حوالي نص ساعة لحد ما يقرمش خالص معانا. طبعا يا حبايبي، هنا انا بقى بحمر في البصل والعدس بيتسلق والمكرونة سلقت وكل حاجة خلصت. هنا بقى بنعمل الصلصة بتاعة المكرونة بتاعة العدس. طبعا الصلصة عادية جدا زي أي صلصة بنعملها لأي طبيخ أو أي تقالي. هنا معلقة توم صغيرة، وبصلة صغيرة برضو مبشورة أو متقطعة مكعبات صغيرة كده. طبعا بنحمرها بقى في معلقة زبدة ومعلقة زيت صغيرة وبنحمرها. وبنكون هنا مجهزين الطماطم ضاربينها في الخلاط ومصفيينها جاهزة. هي بننزلها برضو على ايه؟ على البصلة بتاعتنا والتومة. هينزل على ما احمرت كده نزلنا عليها الطماطم. طبعا اي صلصة عادية زي اي صلصة زي اي تقالة عادية جدا جدا، سهلة قوي. البهارات بتاعتها فلفل اسمر، كمون، معلقة بابريكا، ومعلقة 7 بهارات، وورقتين لوري، وعندنا قرفة برضو خشب مطحونة بتدي ريحة حلوة جدا جدا للصلصة. بنقلب بقى يا حبايبي كده كله في بعضه كده، ونسيب الصلصة بتاعتنا كده تتسبك. طبعا بننزل لها بنضيف لها شوية ملح كده صغيرين. نزلنا هنا بالملح اهون. طبعا بقى بنسيب الصلصة تتسبك مع بعضها كده وتعيش اللحظة مع بعضها. وطبعا سلقنا العدس وسلقنا المكرونة، وبنحمر في البصل برضو. لازم البصل يحمر معانا قوي، اللي هو اللي يدينا اللون اللي هو اللون البني الغامق. وبنسيبه يا حبايبي يطلع في مصفى كده ايه يحمر فيه. بنسيب هنا طبعا التقلية كده بتاعتنا اللي هي الصلصة تتسبك براحتها. هنا البصل بنحمره قوي زي ما انتم شايفين، عايزين اللون الجميل ده اللي هو البني ده. وبنطلعه هنا يا حبايبي في مصفى، هي مصفى ستانلس مصفى بلاستيك. المهم ما نحطش تحتها ورقه مناديل مطبخ، لان المناديل المطبخ هتخليها طريه جدا جدا، وهتبقى البصل مش مقرمش، ويبقى طري معانا كده. واحنا اهم حاجه عندنا مقرمش. هنا بقى الصلصه اتسبكت ما شاء الله، بقت جميله جدا. شوفوا السمك بتاعها جميل ازاي، وريحتها طبعا جميله جدا جدا وتحفه. الكشري دي والله احلى من اي كشري مصري بتجيبيه من اي محل كشري مشهور جدا. هنا بقى يا حبايبي بنجهز بقى كده بنعمل شوية رز بشعرية بقى صغيرين كده مع الكشري بتاعنا. ده شيء أساسي برضو في الكشري، الرز بشعرية. بننزل هنا بالشعرية نحمرها عادي في معلقتين زيت. هنحمر الشعرية لحد ما تديلنا اللون البني اللي هو المحمر الجميل ده. وبعد ما اتحمرت باللون الجميل ده نزلنا عليها بكوبايتين مية سخنين، لازم مية سخنة. وبعد كده بننزل بالرز بتاعنا. طبعا ما بنكترش، لان الكشري بقى المصري بيبقى محتاج يعني حاجات كتير. بصوا يعني كله كده على بعضه، فبنكترش كميات صغيرة جدا. رز بشعرية حاجات بسيطة يعني بتبقى، لأن الطبق بيبقى متكلف من كل حاجة. بنعمل هنا بقى يا حبايبي الدقة بتاعتنا اللي هي الدقة اللي بتبقى حارة، أو بتعملوها مش حارة قوي تبع طلبكم. بس هو الكشري المصري بيحب الدقة الحارة جدا. طبعا بتبقى معلقة كوباية مية وربع كوباية خل صغيرة، وبنسيبهم يغلوا في بعض قوي بمعلقة توم مهروسة.
وبعد ما يغلوا في بعض كويس أوي بننزل الخل. ده الخل ما بيتحطش مع المية تغلي علشان ما يمررش. بنغلي المية الأول وبنعصر فيها نص ليمونة، وطبعا نص كوباية خل اتحطت بعد ما المية غلت غلوة واحدة، قمنا قافلين عليها بالثوم. وهنا دي بقى يا حبايب الشطة بتاعتنا. عايزين بقى الكشري يبقى مشطشط وحر، زودوا الكمية شوية بتاع الشطة. دي كانت الدقة وده كان الرز، وكل حاجة خلصت كده على السريع. والله هو خد معايا حوالي ساعة في المطبخ. وده كان يا حبايبي النتيجة، نتيجة يوم طويل عريض شاق. زي ما انتم شايفين اهون بالطريقة دي. كان طالع معانا جميل جدا جدا، ولا احسن كشري مصري في مصر. البصل مقرمش زي ما انتم شايفين اهون، بتكسر معانا عشان اهو زي ما يكون بطاطس شيبسي مقرمشة، بيبقى جميل جدا. طبعا ده العدس ابو جبه مسلوق جدا، ودي الصلصه. هو ناقص الحمص الشام زي ما قلت لكم، محدش عندي بياكله فما عملتوش. ده كان الكشري كامل. وده كان طبق كشري مشكل اهون، حطيته على بعضه للمكرونه سباكيتي ومكرونه اللي هي الوسط، ورز بشعريه وعدس بجبه. وشكلت الطبق كده ومعاه بصل محمر. وبعد كده بننزل عليه يا حبايبي كده بالصلصه. ما شاء الله كان جميل جدا جدا. ويعني اهو يوم كده بيعدي وخلاص، الواحد بيحب يغير في الاكل وينوع في الاكلات كل يوم، ما نثبتش على حاجه معينه. وبنحط الدقه بتاعته، والدقه بتاعته كانت جميله جدا. وكانت الحراره بتاعتها ما كانتش عاليه قوي، كانت وسط. وطبعا زي ما قلت لكم زودوا كميه الحراره زي ما انتم عايزين. ده كان الطبق بتاعنا بتاع الكشري بتاع اليوم. وطبعا يا حبايب قلبي لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الكشري، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد.